السلام عليكم يا صديقي، وزي ما انت شايف في عنوان الفيديو كده، لو رجع بيا ان شاء الله الزمن لورا وخدت نسخة مني كده حطيتها في 2019 مثلا، وقلت انا هبدأ ان شاء الله اتعلم انجليزي من الصفر، كنت هنصح نفسي بايه؟ ايه المصادر اللي كنت هتبعها والحاجات اللي ان شاء الله كنت عمري ما اعملها، وازاي كنت هتعامل مع الملل والتشتت وكتر المصادر وكل الحاجات اللي احنا بنعاني منها لما بنتعلم اي لغة. كل اللي هقوله لك ان شاء الله في حلقة النهارده هي عصارة العصارة من التجربة العملية من ارض الميدان كده مع طلابي في أرض الواقع. يلا بينا نبدأ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك وسببا في تيسير الرزق وعلم كل اللي بيتفرج عليا، اللهم امين يا رب. يلا بينا، معكم اسلام aka سامكس في حلقة جديدة من الشوارع. Let's get started. طيب نبدأ بسم الله كده على نظافة. في أي لغة أنت محتاج 4 مهارات، 2 منهم أساسيين و2 كده إن شاء الله بيجوا معاك. 2 أساسيين استماع ومحادثة. اللي بيجوا كده معاك قراءة كتابة. حلو، حط دول على جنب، هات لي دول ركز لي فيهم. امسك بقى في أهم حاجة الاستماع. أي لغة تخش الأول وبعد كده تبقى تفكر تتكلم بيها. الاستماع بقى يا جماعة الخير بيقابلك فيها مشكلة كبيرة جدا، ان عدد المصادر اللي موجوده فيها اكتر من شعر دقني، يعني هو مش هتشوفه بس هو اكتر منه بكثير. اسمع مني بقى الكلام الجاي ده ارجوك، مش كل فيديو شورت حلو تشوفه تقوم واخد لك سكرين شوت. يا اخي موبايلك اتخنق من كم الصور اللي موجوده عليه وما بتشوفهاش اصلا. اخر فيديوهات الشورت تمدك ب1% معلومه، ولو ما استعملتهاش ملهاش لازمه، فطالب منك تفصل. ايوه افصل، هدوء. خش اوضتك وامسك كده ورقه وقلم وحدد ايه عيوبي في اللغه. قعدة تصالح مع نفسك. هو انا دلوقتي استماعي حلو ولا وحش؟ طب بعرف اتكلم ولا كلامي ضعيف جدا؟ حدد العيوب، ولا اساسا ولا كلام ولا استماع ولا اي حاجه. حدد العيوب. حددت العيوب تقدر بعدها تسخر اي مصدر ان شاء الله بتتفرج عليه، تقدر تسخره لمساعدتك في العيب بتاعك. ازاي يا عم اسلام الكلام ده؟ انزل معايا يا صديقي على ارض الواقع وتعالى اوريك بنفسك ان شاء الله تسخر ازاي اي محتوى لمساعدتك. القناه اللي هنستعملها مصدر قوي جدا، اسمها هاي ليفل listening. اسمها يخوف ولا تتهز. بص معايا واحده واحده. تفتح القناه دي، من اجمل القنوات، هتطلع لك مدرسه امريكيه وبريطاني الاتنين بيتكلموا مع بعض محادثه مدتها 30 ثانيه في موضوع معين، ويقعدوا يشرحوا ال 30 ثانيه دول في 30 دقيقه. يعني لو انت بقى سايق بتعمل حاجه، هتقعد تفسر لك انا ليه قلت كل جمله في ال 30 ثانيه دول على مدار نص ساعه. فعلى هادي قوي. زي مثلا هنا بتشرح انا ليه قلت too hot، لأن to دايما معناها سلبي، عشان كده معظم الوقت بنسمع الناس بتقول I love you so much very much، ولكن to تحس إن مش ظابطة لأن معناها سلبي، معناها أنا بحبك زيادة عن اللزوم. أنت أساسا تستحقش الحب ده كله. Well, the thing is still loaded. He's got the clip in it. Talk too much. Too much. Talk too much. Too much. That's too much cologne. That's too much cologne. وتبدأ بقى تتعلم حتة حتة، تتقوى في الاستماع وفي الفهم. طيب يلا بينا. اسلام نطق وحش، اعمل ايه؟ نطقك عايز تحسنه؟ ببساطة اعمل شادوينج. هي قالت كده مثلا I have a really good memory. I have a really good memory. What do you have going on? What do you have going on? الفكرة هنا وانت بتتعلم تقلد بالظبط، اوعى تبني اساس غلط وكأنك بتطلع بعمارة الاساس لو غلط هيتعبك جدا تعدله. ما انت كده بتتعلم ان شاء الله، عدله بصح من البداية. فتشوف جملة زي دي تستسهل وتقول during، لا بعد اذنك بطأ بس السرعة كده واسمع كويس. During the week, during the week, during the week, during the week. حلو قوي النمط ده. شفت الفرق؟ كمل على كده دقيقتين من الفيديو ولا حاجة. حلو، انت بطل، عملت تظليل كده ما شاء الله، الله ينور عليك. كمل بقى في يوم تاني خلاص، لا ما تزودش. اهم حاجه الاستمراريه. بس احنا ايه، مصدر واحد بنسخره لعلاج عيب معين، العيب التاني نفس المحتوى بس عايزين نطور التعبير. انا عايز اركب الجمله زيها كده بالظبط. نزل بقى الاداه اللي شرحتها لك في الفيديو اللي انا سايبه لك تحت ده. شرحت ان انا احط الترجمتين على بعض لاي فيديو، عربي انجليزي، وابص كده على العربي بالمنظر اللي انا جايبه لك ده. ابص انا باين على الترجمه العربي واخمن. لو انا مكانها هقولها so we can meet people. اعتقد دي افضل حاجه ولا ايه؟ Live so that we can meet up with people. meet up with. طب ايه الفرق؟ زمان ما كانش عندك مدرس تساله، اما دلوقتي انت في عصر الذكاء الاصطناعي. خش على طول يا صديقي عليه جيميناي مثلا واساله ايه الفرق بين الاتنين دول، وتكتشف ان الاجابه بالبساطه دي meet up with بتستخدم لما يكون في ترتيب مسبق انك تقابل حد. يعني خلينا نتقابل مع ساره الليله. let's meet up with Sarah.
tonight. So I think I'm gonna meet up with him later. So I think I'm gonna meet up with him later. But like, so I think I'm gonna meet up with him later. But like, في أحلى من كده؟ فعل مركب من قلب الحياة. خد لك دقيقة على هذا الحال، دقيقة بس من الفيديو. الله ينور. تمام كده. أهم حاجة أنا طلعت بكلمة جديدة، فعل مركب، وأجيب بقى منه أمثلة كتير جدا. هو ده اللي أنا عايزه. دي المذاكرة الفعالة اللي بتطلع بيها حتة حتة من نفس المحتوى. عايز أعلى بالاستماع. نفس المحتوى غير التكنيك، بس هسمع دقيقة بالترجمتين وافهم كويس جدا 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 السياق، واطلع بأي كلمة جديدة عليا افسرها، واطلع بكل حاجة جديدة. وبعد كده اقفل الترجمات واسمع. خلاص كده ودنك بتتدرب على فهم الكلمات والجمل دي كلها في السياق، فانت وصلت للي انت عايزه بنفس المصدر. I really got to start writing things down instead of thinking I have a really good memory. Okay, so don't worry if you didn't catch everything. We are going to go back through it. Let me ask Mark a question for his side of the story. I really got to start writing things down instead of thinking I have a really good memory. Okay, so don't worry if you didn't catch everything. We are going to go back through it. Let me ask Mark a question for his side of the story. I really got to start writing things down instead of thinking I have a really good memory. Okay, so don't worry if you didn't catch everything. We are going to go back through it. Let me ask Mark a question for his side of the story. وسيبك بقى الله يكرمك من اكبر نصبة زهقت من كتر ما بسمعها في تاريخ الانجليزي. اديني 3 ساعات من يومك وهتوصل للمستوى ده، و3 ساعات كمان وهتكسر مستوى الوحش وهتبقى محترف. شغل تجاري، لان ببساطة الانجليزي عضلة زيه زي الجيم. روح اتمرن 10 ساعات في الجيم هتطلع هتلاقي نفسك خاسس. روح اتمرن 10 دقايق لمدة 3 شهور بأمر الله تعالى هتلاقي جسمك ظهر. هو ده نفس الشيء اللي بيحصل في اللغة، مش بتاعت سنين تماما، بتاعت مين اللي موزع الجهد الصح في المكان الصح، بيوصل في أسرع وقت ممكن. يبقى لحد الجزئية دي استفدت من الفيديو. مفيش تشتت مصادر، هو مصدر واحد بس همسكه واسخره لمساعدة العيب اللي أنا عايز أساعد نفسي فيه وكفى. لو عايز اعمل لك حلقه ان شاء الله اكتب لي كده تحت في التعليقات، اعمل لنا حلقه مصادر او اديني حبه دلع بامر الله. لو لقيت فيه اقبال كتير واديني لايكات كده ظبط لي الدنيا، بامر الله هنزل لك بحلقه مصادر قويه جدا لكل مستويات. لو حد لسه مبتدئ، حد تحت صفر خالص، مصادر قويه جدا ونقعد نشرح ازاي تتعلم منها. بامر الله عنيا ليك، بس اكتب لي في التعليقات. نخش على الجزئيه الثانيه، ازاي اعالج الملل. ازاي اتعامل مع الملل؟ للاسف يا صديقي وبقولها لك، اكبر مشكله بتواجه طلابي وكل الناس مهما كانت الاسلوب اللي انت بتتعلم بيه ممتع، الملل هيصيبك الا من رحم ربي. ليه؟ انت بشر، يجي عليك وقت تزهق مهما كان متعه اللي انت بتعمله. بس في حاجه حطها كده مشبك في ودنك من حلقه النهارده، اياك توقف. اياك توقف، غير المصدر. اسأل نفسك انا دماغي رايحه على ايه النهارده، ماليش مزاج اذاكر النهارده، طب اعمل ايه؟ افتح مثلا شات واقول له بقول لك ايه، ما تسالني كده مثلا 50 سؤال مشهورين في الانجليزي وشوفني هعرف اجيبهم ولا لا. ايه رايك؟ يلا نبدا. طبعا يلا بينا. ازاي تقول امتى الوقت المناسب بالانجليزي؟ خد وقتك لما تفكر في الاجابه، رد عليا. ممكن اقول when is a good time. بالظبط. when is the right time او when is the best time، برضو تعبيرات ممتازه. إجابتك مظبوطة جدا. مثلا تخيل إنك بتقابل حد في الصبح بتسأله عن حالة الطقس، قولي إزاي هتسأله إيه أخبار الجو النهاردة. لا الجمل بسيطة أوي، أنا عايز حاجة متقدمة شوية، عايز حاجة متقدمة. تمام. السؤال هو إزاي تقول الدنيا بتنضي وبتنزل قطرات بالإنجليزي. فكر فيها ولما تكون جاهز قولي الإجابة. It's drizzling. ممتاز، إجابتك صحيحة جدا. It's drizzling هي تعبير دقيق جدا لوصف رذاذ خفيف. شاطر جدا. هكمل معاك واحدة واحدة لحد ما نوصل للعدد اللي طلبته. ما تنزل يا ابني، خلاص في ايه؟ ولا يهمك، هوقف هنا لو عاوز يا عم توقف ايه؟ كمل يا عم، في ايه يا عم الحاج؟ ولا يهمك انا معاك. تمام، مش هكمل في عدد الجمل دلوقتي يا عم كمل. لو عاوز كمل. تمام خلاص انا معاك ومش هكمل في الوقت. لو عاوز تسأل عن اي حاجة تانية في الطقس او اي موضوع تاني بعد كده. ازاي اقول عاملين ايه على الغدا بالانجليزي؟ Hey, what's for dinner? Meatloaf. Hey, what's for dinner? Meatloaf. Hey, what's for dinner? Meatloaf. هو ده التغيير، اعمل حاجة مختلفة، اعمل كده. بس اوعى توقف شهر مثلا وتيجي تقول لي مش عايز اسمع العذر. خلي العذر عندك انت، بس هي قاعدة ومعروفة، اللي بيوقف في اول 3-4 شهور ليه، يلا ارجع بقى، ارجع من الصفر، من وقت ما بدأت، ارجع للأساس اللي انت بنيته من 10 سنين فاتوا من ايام المدرسة، هترجع له تاني.
وهتفضل ماشي في الدايرة دي إلى ما لا نهاية. في الآخر تقول الإنجليزي دي عقدتي. لا صديقي، أنت اللي عامل العقدة لنفسك. القاعدة بتقول، وأنا بقولها دايما لطلابي، هتوقف في أول 3-4 شهور، لا يعني أقل شيء 7-8 شهور، وساعتها هتكون بنيت أساس. الأسمنت اللي بنيته نشف كده، بقى أساس ثابت إلى حد كبير. لو وقفت مثلا أسبوعين 3 مستواك مش هيتهز قد ما تكون وقفت في أول 3-4 شهور. الموضوع جدا حساس في البداية، زي الجيم بالظبط. في ناس سنة عمالة توقف وتشتغل وتوقف وتشتغل، تبص تحس إنها ما بتتمرنش. وفي ناس خدتها بالظبط 7-8 شهور مرة واحدة، الله أكبر، تلاقي جسمهم متغير. أنا بربطها لك دايما بالجيم، لأن هي علاقة جدا جدا مرتبطة ببعض. الكلام ده أنا بشوفه على الواقع من طلابي اللي بقى ما شاء الله مستمر 7-8 شهور معايا في المحادثة ولا حاجة، ووقف أسبوعين ما شاء الله بحس إنه ما تأثرش. لكن اللي وقف في البداية غير خالص، بحس إنه راجع أبيض، مش عارف إيه اللي حصل له. الكلام ده بيفكرني بواحد من طلابي دونا عن ذكر اسمه، كل مرة يجي لي بعذر شكل، ياخد أسبوع ويغيب أسبوعين. فكل مرة مثلا بتكلم معاه وأقول له in our community، community سمعتها قبل كده بس والله مش فاكر. أعيدها في المحاضرة 40، المحاضرة 50، هي هو ما شاء الله مستمر وعنده إصرار إن هو يكمل، بس مش قادر يتخلص من العادة السلبية دي، يبدأ ويقف، ضيع فلوس ضيع وقت، وفي الآخر عارف بإذن الله تعالى لما يجي يتكلم إنجليزي يقول لك أنا خدتها في 4 سنين ولا حاجة. يعني ليه؟ يعني لا، هي مش في 4 سنين، ده أنت لو كنت ركزت بس 6 شهور ولا حاجة كنت عملت تقدم إن شاء الله. وعشان كده بلخصها لك، لو الروتين بتاعك مش مرن مع التغيرات اللي هتحصل لك، عندك امتحانات بقى، بتذاكر مش عارف لإيه، لو اتأثرت ما تتوقعش انك توصل لمكان بعيد باللغة. ما تقعد سنين تقعد تعافر وتلعب لعبة شد الحبل كده مع اللغة، تاخدك شوية وانت تاخدها شوية، وفي الاخر المحصلة تقريبا انتوا لسه في نفس المنطقة. في ايام بتيجي علينا كتير ايام ضايعة، فلو حاسس ان اليوم ضايع 5 دقايق 5 دقايق بس، اسمع فيديو قديم انت ذاكرته، اعمل حاجة قديمة انت ذاكرتها اصلا، هو ده بس. خلي ودنك بس تلمس اللغة، وده اللي هيحافظ على نشافة ومتانة الاسمنت كده اللي انت بنيته في البناء بتاعك. واللي هيقول لي طب ما انا بنسى، النسيان مش عدوك، الانقطاع هو العدو الحقيقي. وزي ما شبهتها لك، اللغة عضلة، والعضلة اللي ما بتستخدمهاش بتضمر، هي نفس الشيء، فهتنسى بس خلاص. أتمنى يكون الفيديو ده جاوبك على أهم أسئلتك. النسيان مش عدوك، الانقطاع هو اللي عدوك، المصادر هو واحد بس، سخره للعيب اللي انت عايز تتخلص منه، الملل غير الوسيلة، وإياك توقف. ملخص الفيديو كله في 10 ثواني. ما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك، وما تنساش لو عايز فيديو المصادر برضه قول لي ان شاء الله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وبارك لنا في وقتنا، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل لساننا عامرا بذكرك وقلوبنا بخشيتك، اللهم امين. السلام عليكم.